هي بس ديت يطفيها وخلي التانيين مليانة عشان ناخدهم بس لازم تطبق كده. طبق ايوه هذا الامان. هذه اكثر انتشارا بالمدارس، طفايه البودره تستخدم الاكثر من حريق، اكثر انواع الحريق تستخدم لها. وهذه المشكله فيها انها يعني اداه طفايه وبرضه قاتله. يعني لو مسكت واحد وبخيت عليه البودره على الجهاز التنفسي ابد 3 دقائق ميت. لا حول ولا قوه. فهذه الطفايات يعني للمعلوميه ومعلومه مهمه جدا، هي فعلا طفايات لحمايه الناس ولكن تعتبر اداه قتل اذا استخدمت بطريقه خاطئه. من العيوب اللي احنا نستخدمها طبعا نادر جدا واحد يبي يمسكها ويرش على حد، ما تجي، ما هي معقوله. ولكن المشكله اللي تصير بالمدارس وش هي؟ اني انا اجي الغرفه ما فيها تهويه واستخدم الطفايه هذه اذا استخدمتها بغرفه ابد تصير عجاجة على قولتهم بيضة ما تشوف ايدك اذا استخدمتها. لذا وبعضهم يعتقد انه اذا ضغطت على الطفايه بقوه اني راح اطفي، وهذا خطا. بالعكس انت ربما انك النار تنشرها، ولكن تستخدم بعمليه لما يطلع المقذوف اللي هو البودره الغير قابله للاشتعال تطلع ما تطلع بشكل مستقيم، اذا ضغطت قوه تطلع بشكل مستقيم راح تنشر النار، ولكن راح ابغاها تطلع تضغط عليها بحاجه بسيطه بحيث انها تطلع بشكل رشاش، بشكل قوس، انها تنزل نزول على الماده ولا تعتبر انها طفت النار 100%، هي مجرد انها تعزل الاكسجين عن الشيء المحترق. ايوه وقتي يحد عاد انت ما مثل اذا كان مشكله كهرب ولا مشكله شيء تعزلها او الماده المحترقه اذا كانت تقدر تشيلها من المدرسه تشيلها. الحاجه الملاحظه على المدارس يعني يجي مثل والله موجه من التعليم قال لك والله انت مشرف هالفصل هذا او نبغاكم تزينونه، ثم قاعد يلصق لي بهالفصل، وهذه كلها خطر لانك انت توصل، لان المدرسه اساسا المفروض انها بلاط واشياء منعزله عن غير قابله للاشتعال. لما تجي تحط ستاير ولا تحط لي شغلات معناه كانك وصلت، يعني لو صار حريق راح ينتشر عن طريقه، وهذا من الاشياء الملاحظه. الطفايه الثانيه اللي ثاني اكسيد الكربون، ودائما ميزتها انه يجي شكل زي القمع كبير ولها صوتها تقل كانها زمور لما تضغطها. هذه خطورتها لو اني جيت على عضو او رجل او يد انسان وضغطت عليها راح تكون درجة الحرارة 20 تحت الصفر، راح يتجمد اليد. هذه غرغرينة لازم بتر. أعوذ بالله. يعني انت اذا مسكتها وعرضت يد واحد ولا ضغطت على اي عضو من اعضائه وضغطت طفاية ثاني اكسيد الكربون راح يتجمد، واذا تجمد عضو بالانسان ورجع ما راح يرجع للحياة، راح يكون لونها ازرق وراح ينبتر. هذه من ضمن ثاني اكسيد الكربون اللي غازية. ليش حنا بالمدارس حطينا طفايتين؟ السبب مختلف، لان عندنا اجهزه زي غرفه الوسائل او الوسائل التعليميه فيها اجهزه، وهذه تعدم الاجهزه الطفايه هذه لانها تعتبر ماده محسوسه تعدم الاجهزه، لذلك نستخدم طفايه ثاني اكسيد الكربون على اساس الاجهزه الالكترونيه او الاجهزه الحساسه او بالمختبرات. انتشارها لابد يكون مواقعها منتشره، اذا والله عندي 20 طفايه راح اوزعهن بشكل جيد وركز على المنطقه اللي فيها خطر. يعني المدرسه نقول فرضا الفصول اقل خطوره، عندنا المختبرات، عندنا الوسائل التعليميه، عندنا الاماكن اللي فيها المكاتب او فيها الاثاث يكون مزدحم بشكل كبير راح يكون تركيز الطفايات عليها. الشيء الثاني انه انت كمندوب بكره تكون مسؤول عن السلامه او تكلفت او انك راح تسال عن الشغله، مساله التهويه بالفصول والتهويه بالمبنى ككل. اغلب النماذج المدارس الحكوميه دائما يجي زي المنور داير ما يدور على الفصول، هذا مكشوف، وفي ناس يعني اجتهادا منهم سكروه، ولكن ما نقول احنا شيلوه على اساس التهويه، لا يعمل فيه مدخل ومخرج فتحات تهويه، وتكون هذه الفتحات بامكان اي شخص انه يصل لها ويفتحها في حاله انه لا قدر الله احتاجنا للموضوع هذا. تقريبا هذا هو الكلام عن الطفايه اول اكسيد الكربون وعن طفايه البودره توزيعها بالمبنى. وتكون انت مسؤول لما اجي انا مثل من الدفاع المدني او لجان تجي تشكل من الدفاع المدني او من غيره تجي تبدا تناقشك بالموضوع هذا، تكون عندك خلفيه عن استخدام الطفايه. الطفايه سهله جدا وكلها مبدا واحد، شفتوا العداد اللي فيها وبعضها ما يصير فيها عداد. دائما الطفايات الغازيه او اللي تستخدم من الغاز خامل ما يكون فيها عداد لانها ما في مشكله اقدر استخدمها اكثر من مره، بينما الطفايه هذه اذا استخدمتها مره